السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل أم طيبة وبخير. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. النهاردة كان فطاري عند مامتي، أنا وأختي الكبيرة كنا عندها النهاردة. أقول لكم حضرنا فطار إيه. هعمل مرتة للبط، هشوي البط زي ما كنت شاوية معاكم قبل كده. فطرت المرتة، حطيت بصل، طماطم، ورق لورا، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، معلقة خل، معلقة زيت، ليمونة قطعتها شرايح. قلبت كل الحاجات دي مع بعضها. تفرميها في الكبة، تفرميها في الخلاط، الحاجة المتاحة عندك اشتغلي فيها، ما توقفيش على حاجة. اشتغلي في المتاح عندك، اللي موجودة عندك اشتغلي. وهندعك البطة كويس جدا بالمرتة بتاعتها دي، تخلي المرتة توصل كل حتة في البطة تكون متغطية بالمرتة، عشان كلها تاخد من الصوص بتاعها. بفتحها من بره، بديها فتحات كده، كذا فتحة في الصدر. والبط اللي هتشويه نقي البط الصغير، ما تجيبيش بط كبير. زي ما بتجيبي الفراخ صغيرة للشوي، جيبي البط صغير للشوي، عشان ما ياخدش معاكي وقت طويل، هيستوى معاكي بسرعة. احنا هنا الحمد لله ما شاء الله البط كان حلو جدا وما اخدش معايا وقت في السوى. بط صغير ما اخدش وقت في السوى. جايبه الاكياس الحراري، هحط لهم المرتة بتاعتهم وهظبطهم واحطهم في الاكياس الحراري، واحطهم على البوتاجاز شويه. يعني مش هحطهم في الفرن على طول، انا هحطهم على البوتاجاز شويه وبعد كده هدخلهم الفرن. اعمليها على الطريقه دي والله هتدعيلي. بامانه طريقه البط دي تحفه. اللي ما بياكلش البط هياكله وهيحبه بالطريقه دي. هنا هحط، انا معايا 3 بطات. الف هنا على قلب اللي اكل يا رب. حطيت 2 مع بعض في كيس واحد، وواحده في كيس لوحد، وهسويهم كده. خلاص خلصتهم. سامحوني واعذروني على التصوير، لان التصوير انا عارفه ان التصوير وحش جدا 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 النهارده. كل واحد كان بيمسك الكاميرا شويه والايد مهزوزه ومش مظبوطه خالص. معلش سامحوني. انا هقول لكم انا عملت ايه بالظبط، وعارفه انكم هتفهموني. حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شجعوني عشان انزل لكم كل يوم فيديوهات. هنا خلاص خلصتهم وحطيتهم في الصينيه. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه تاني. حضر هنا صينيه البطاطس، حطيت شويه زيت، خرط فيهم البصل. طبعا مقشره البطاطس ومخرطاها ومجهزاها. هنزل بالبصل الاول، اديله تحميره خفيفه كده، وبعد كده هحط البطاطس. احط على البطاطس بهاراتها، ملح وفلفل اسود، كمون، 7 بهارات. وبعدين هنزل عليها بالطماطم، واسيب البطاطس بقى تستوي مع نفسها. هنا كده خلاص هحط عليها بقى البطاطس. احنا بنحمرش البصلة قوي يا جماعة، هي تحمير البصلة كده كويس جدا. كده خلاص نزلت بالبطاطس، هحط البهارات. بهاراتها ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات بس، ما احطش على البطاطس غير كده. البهارات ديت بتاعتك انتي، البهارات اللي انتي بتحبيها في الاكل حطيها. انا ما بحطش غير الحاجات اللي بحطها بقول لكم عليها. هنزل عليها بالطماطم واغطي عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي. احنا في الوقت ده البطاطس والبط استووا مع بعض. يعني ما شاء الله البط كان صغير جدا ان ما خدش وقت في السوى. هنا كنت بله لوبيا وولع عليها تنسلق، وبعد كده هعمل لها التسبيكه بتاعتها. قرط بصله، يفرملها الطماطم بتاعتها. احنا عندنا طماطم متسبكه في الفريزر وجاهزه، بس احنا بما ان الطماطم موجوده طازه موجود طماطم معايا فريش،
بعصر منها عادي، واللي موجودة في الفريزر دي في الوقت اللي يبقى مفيش فيه موجود طماطم بنطلع منه. هنا خلاص هسبك بقى للوبيا، هحط لها ملح فلفل اسود كمون بس، كمون فلفل اسود والملح وبس. هنا هعمل بشاميل، حطيت 6 معالق سمنة عليهم 6 معالق دقيق، زي ما بتحطي السمنة بتحطي الدقيق، تقلبيهم كويس. الدقيق يا دوب بنسخنه في السمنة بس، ما تسيبوش لما يتحرق، الدقيق بنسخنه في السمنة بس. بعد كده بتنزلي عليه باللبن حبة بحبة، ولو نزلت عليه باللبن كله مرة واحدة مفيش اي مشكلة. انت اهم حاجة تكون ايدك في اللبن، تقلبي فيه بسرعة وكويس جدا عشان ما يكتلش معاك. انا ايدي شغالة بنزل شوية بشوية وبقلب، ايدي ما بوقفهاش، اللي بقلب بها ما بوقفها، بقلب على طول وبسرعة كده، عمره ما هيعمل معاكي تكتلات. هنا نزلت باللوبيا، اللوبيا كنت سلقتها وطلعتها وصفيتها غسلتها، وبعدين نزلت على اللي عليها، حطيتها في الصلصة. هنا البشاميل بتاعي خلص، حطيت له ملح وفلفل اسود بس. البشاميل ما بحطش فيه غير ملح وفلفل اسود بس. ولو حابة تستبدلي الفلفل الاسود، مش عاجبك شكله في البشاميل، ممكن تستبدليه بفلفل ابيض، بس احنا ما بنستعملش الا الفلفل الاسود. هنا سلقت المكرونة بحط فيها ملح بس. دلوقتي هعصج اللحمة، هحط اللحمة تتعصج، هحط عليها بصلاية وطماطماية، وهحط لها بهاراتها ملح وفلفل وبس. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وصلتوا لحد هنا ولسه ما ضغطتوش اشتراك، لسه ما عملتش لايك، اللي لسه ما ضغطش اشتراك يشترك، لسه ما ضغطش على اللايك يضغط لايك. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل طيبة وبخير، وربنا يديمهم في حياتنا يا رب. هنا هعصج اللحمة، بعدين هعمل صينية بشاميل باللحمة وصينية بالفراخ. خلاص كده هقلب شوية بشاميل على المكرونة كلها، وبعدين هدهن الصينية بالبشاميل، وارص اول طبقة مكرونة وعليها اللحمة، وبعدين احط شوية بشاميل، وبعدين احط تاني طبقة مكرونة وعليها بشاميل من فوق، طبعا بتغطيها بالبشاميل. الفيديو متسرع جدا عشان هو مدته طويلة قوي. هنا بعمل الصينية اللي باللحم، اللي بالفراخ يا دوب هجيبها لكم وانا بخلصها، لان اصلا ما صورتش غير وانا بخلصها في الاخر بس. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. وعملنا كمان كنافة، بس الكنافة ما صورتش وانا بعملها، انا بصورتها في الاخر خالص لما خلصت معايا بعد ما قطعتها كمان. طبعا عامل لكم الكنافة في فيديو قبل كده، اللي حابب يعملها بنفس الطريقة بتاعتي يشوف الفيديو بتاعي. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. هنا هغطي الصينية بالبشاميل، افرد البشاميل على وشها كله وهدخلها الفرن. المكرونة البشاميل ما بتاخدش وقت، بتاخد لون بس. انا معايا كل حاجة فيها مستوية، فهي ما بتاخدش وقت. هجيب المكرونة الصينية التانية اللي بالفراخ، طبعا زي ما قلت لكم انا مجهزاها كده. انا رصة اول طبقة وحطيت عليها الفراخ، وحطيت تاني رصة، واحط البشاميل عليها وادخلها الفرن. هنا بعد ما طلعت، هنا شكل الاكل لما استوى. أنا كنت عملت الرز وعملت فرخة شوربة كمان، والبط لما استوى واللوبيا. شكل الاكل بتاعنا. وكل سنة وانتم طيبين، الف هنا على قلب اللي اكل. الحمد لله.